الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم فور بيردز تشانل، دائما فيما هو مفيد لطيورنا. طبعا اليوم سنتحدث عن فوائد قشر البيض. فكثيرا ما نتناول البيض سواء المقلي أو المسلوق ونقوم بالتخلص من القشر، لكن أنا متأكد بعد هذه الحلقة فلن تقوم بالتخلص من هذا القشر نظرا لفوائده العظيمة. هناك الآن من يتساءل ويقول أنا لست بحاجة إلى تقديم هذا القشر أو لمشاهدة هذه الحلقة، ولكن أنصحك أخي الكريم. لماذا؟ فعندما تقدم البيض المسلوق للطيور، نصف بيضة مثلا مسلوقة بقشرها، تقول خلاص قدمت ما عليه. لكن أخي الكريم، ما أود أن أذكرك به هو أن البيض المسلوق فأنت تقدمه بأيام متقطعة، مرتين أو 3 مرات في الأسبوع. لكن قشر البيض يمكنك تقديمه على مدار السنة، يمكنك تركه في قفص الطائر كما سنشرح الطريقة. يمكنك تركه في قفص الطائر على مدار السنة دون الرشاقة من أي شيء. بالنسبة لفوائد قشر البيض، فهو يمد الطائر بالكالسيوم على مدار السنة، ونحن نعرف فوائد الكالسيوم. يعمل على تقوية عظام الطائر سواء الكبيرة أو الفراخ، يعمل على نموها بشكل سليم وتبقى العظام في شكل قوي. لا قدر الله في حالة كسر الطائر أو ما شابه فسيسهل عليك العلاج. لماذا؟ لأن عظم الطائر يكون متشبع بالكالسيوم. هذه الفائدة الأولى. عفوا. الفائدة الثانية أخي الكريم، وهو أن قشر البيض يساعد على حل عدة مشاكل. يعالج الجهاز الهضمي للطائر، لا تجد فيه أي مشاكل. لماذا؟ لأنه يسهل عملية الهضم ويطهر الأمعاء، يسهل عملية الهضم للطائر ويطهر أمعاء الطائر. كما أنه يعمل على حل العديد من المشاكل خاصة عند الإناث. ففي بعض المرات تجد أن الأنثى تضع مثلا بيض قليل، وهذا راجع إلى نقص في الكالسيوم عندها أخي الكريم. تعطيك في العش 2 بيضتين أو 3 بيضات، في حين أن هناك من تعطيه من 5 إلى 6 بيضات، وهذا راجع إلى نقص في الكالسيوم لديها. أيضا هناك إناث تضع بيض شفاف بدون قشر، وهذا راجع إلى نقص في الكالسيوم. لماذا؟ لأنها لم تكون قشر البيض في عنقودها الذي عندما كنت تقوم بتجهيزها. حتى لا أطيل عليكم لأن له فوائد كثيرة، فطريقة التقديم هي سهلة أخي الكريم. عندما تحصل هكذا على قشر البيض، عندما يكون لديك قشر البيض تقوم بغسله جيدا من الداخل بالغسل ومن الخارج أيضا. بعد ذلك تقوم بطهيه، يا إما في مقلاة، ليس الطهي بالزيت أو لا، تضعه في مقلاة لمدة 2 دقيقة أو 3 دقائق أو في الفرن. الغرض من هذه العملية وهو التخلص من البكتيريا التي تكون ملتصقة بقشر البيض. بعد ذلك ما الذي ستقوم به؟ يا إما تضعه بهذا الشكل في القودي، تضعه هكذا وتتركها للطيور تتناول منها، ويا إما أحسن طريقة أن تقوم بطحنه جيدا حتى يصبح على شكل بودر وتضعه أيضا للطائر في القودي. في حالة ما لاحظت أن طيورك لا تقوم بتناوله فأنصحك بخلطه مع القليل من البذور وتركه في القفص على مدار السنة، لأنه لا يفسد. هنا تكون قد حصلت على كالسيوم طبيعي دون الحاجة في البحث عن شراء كالسيوم يذاب في الماء أو كالسيوم مطحون. هذا كافي جدا مع عظم السبية. أتمنى أن موضوع اليوم يكون مفيد لكم إخواني في الله. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا أعجبكم الموضوع. دمتم في رعاية الله وحفظه.